بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. يلا نسمي الله ونبدأ كده الوصفة. هنجيبوا نص كوباية زيت، عليها 3 معالق عسل اسود. ادي كده حطينا معلقة ونص، هنحط بقى ايه بالبرطمان كده على طول. ونقلبهم حلو في الزيت. انت ممكن الطريقه بدل ما تقلبيهم هنا في الطبق، ممكن تحطي المقادير دي في الخلاط على طول. يبقى احنا هنا حطينا 3 معالق من العسل، وكمان هنحط عليها بسم الله نص كوبايه من السكر. يبقى كوبايه من السكر و3 معالق عسل اسود، ونص كوباية زيت وكوباية سكر، وكمان هنسمي الله كده ومعلقتين من النشا. معلقتين مش مليانين قوي من النشا. هنبدأ بقى نقلبهم مع بعض حلو جدا. انا هنا هاخدهم واستسهل الخلاط احسن. انت ممكن تضربيهم بالمضرب كده على طول بايدك، وممكن تستسهلي برضو وتحطيهم في الخلاط عشان السكر يدوب معاكي كويس. هنسمي الله كده ونجيبه بقى ايه ونضربهم في الخلاط حلو جدا. ونجهز كمان البولة بتاعتنا اللي هنبدأ نحط فيها الخلطة بتاعتنا، بس نضربها حلو لحد ما السكر يدوب فيها. أول ما نخلص بقى كده هنبدأ بقى نسمي الله ونفضي الخليط بتاعنا في في البولة. ادي الكمية، بص ادي كلها اهي. بس هنكملها اهي. ممكن تبقى تقيلة معاكي كده شوية، ممكن هنا بقى هنحط بقى ايه ده. هنا كوبايتين من الدقيق. بسم الله. هنبدأ بقى ايه نخلطهم حلو جدا مع بعض. بس نحط بقى هنا نص معلقة بيكنج باودر او كيك شيف. آه عليها تكون نص معلقة مليانة شوية على الكوبايتين دقيق. هنا بقى اخلط الخليط بتاعي كويس جدا مع الدقيق. ممكن تحطي مع في الخليط ده كله ممكن تحطي بيضة لو عايزة تزودي القيمة الغذائية بتاعتها. انا هنا حبيت اعملها اقتصادية فما عملتش بيض. كده بقى عملتها. بصوا بدأ ايه يتبسس كويس جدا بالخليط بتاعنا. هحط ربع كوباية من المية. هبدأ بقى ايه اعجنها يا دوب العجينة تلم معاكي، ما تخليهاش تتعجن معاكي كتير، لان دي عجينة حاجات حلوة او حلويات زي البسكوت او العجين. الحلويات ما بيحبش العجن كتير، مش زي العيش والرقاق والحاجات دي. فهنا خلاص كده شايفين العجينة كانت ما شاء الله جميلة. انتي ممكن تعجنيها بلبن زي ما اتفقنا، بربع كوباية لبن، او ممكن تحطي بدلها عصير برتقان او مية حسب الطعم اللي انت حباه. هتديكي عصير برتقان هيديها طعم حلو جدا، جربيه برضو. هنا انا حبيت اعملها لكم وصفة اقتصادية جدا. ممكن تشيلي العسل اساسا يعني، بس العسل مديها تست حلو وطعم حلو. ممكن تحطي على الدقيق معلقتين دقيق سميد، بتفرق برضو. جربيها. هنا هنبدأ بقى نشكلها مع بعض. بسم الله. بصي ادي اهي بالشوكة سهلة، يا دوب تعمليها كورة كده وتضغطي بالشوكة على طول. مش صعبة، بس ما تخليهاش سمكها تخين، تخلي السمك خفيف كده معاكي وسط. هتعجبك جدا. متنسوش بقى اللايك كده والاشتراك في القناة. بسم الله. بصوا شايفين ما شاء الله، يعني حاجة سهلة كده وبسيطة. هنبدأ بقى ايه اشكلها معاكم في الصينية كده واحدة واحدة. دي بص انا يعني حاولت ان انا اوريكم كذا واحدة عشان تشوفوا قد ايه هي سهلة. هنا عملت شكلها بقى وهي مدورة، كمان واحدة مدورة كده بسرعة. بسم الله. تعمليها كورة كده اهي الكورة، واضغطي بس بالشوكة. خلاص كده اهي كده بتبصي ما شاء الله، يعني اهي كده خلاص. هنا شكلناها. هنبدأ بقى نحطها على درجة حرارة هادية، مش هادية قوي، متوسطة، في الرف اللي في النص. وعلى درجة وتسيبيها كده. أول ما تبدأ تستوي من تحت وتاخد اللون، ابدأي شغلي عليها الشواية. هتبدأ معاكي باللون الجميل ده، وطعمها ما شاء الله يعني هتعجبكم جدا، وهتعجب الولاد، واقتصادية جدا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.